وملي عرفتو سمحت في كل شي ووليت ملك ليه غير بوحدو. نقولو معايا القصة حتى الأخير. بنت في عمري 32 سنة، واليوم جيت نعاود ليكم قصتي وحكايتي. المهم نبدا ليكم قصتي. أنا تربيت وكبرت في أسرة محافظة. بابا كان إمام ديال المسجد وماما ربت بيت، وكانوا عندي جوج ديال خواتاتي كبارين عليا، وأنا هي الصغيرة في خوتي، وأنا ما كملتش قرايتي. خرجت من الابتدائي حيت بابا كان كيخاف علينا بزاف، عليها ما خلاناش نكملو قرايتنا. المهم دازت الأيام، أخواتاتي بجوج تزوجوا، وكل وحدة فيهم كونت الأسرة ديالها وعايشة حياتها مع ولادها. وأنا كبرت وصلت لسن 25 سنة، وهنا غادي يجيو يتقدم لي واحد الراجل وبغاني نتزواج. واحد الراجل كان كبير عليا ب25 سنة، وكان ميسور الحال، كان لاباس عليه. وهاد السيد اللي تزوجت به كان صاحب بابا. المهم جا وخطبني ووافق، ومشيت مع راجلي لداري. والصراحة راجلي عايشني أحسن عيشة، كان معلني فيا وكيحترمني، وعشت معاه أجمل أيام حياتي. وقاع داكشي اللي كنت محرومة منه في دار والديا راجلي وفرولي، وعشت كل حاجة مزيونة في حياتي. راجلي خلالي الدار مكتوبة في اسمي، وخلالي فلوس كتيرة باش نعيش. المهم من بعد ما كملت العدة ما قدرتش نصبر، كنت باغي فوقاش نكمل العدة ديالي باش نخرج ونسافر ونعيش حياتي. عملت بزاف ديال الصحابات، ولكن وحده هي اللي كانت قريبه ليا بزاف، كانت ديما معايا في الدار، وحتى من البياته كانت كتبات معايا في الدار، او ولينا ديما انا وهي خارجين ومسارين. المهم بقيت تابعاها حتى دخلتني ديك العالم ديالها. المهم انا كنت باغا غير نتسارى ونخرج وندور، والصراحه عرفت بزاف ديال الفجر في حياتي، ولكن اللي ارتاحت معاه بزاف صغير ومزيون، وكان ظريف معايا بزاف. وملي عرفتو سمحت في كل شي ووليت ملك ليه غير بوحدو، حيت هو كان راجل بكل معنى كلمة. حيت كيف ما قلت لكم هو كان طبيب وكان باقي كيكمل قرايته. المهم سافر لفرنسا باش يكمل قرايته، وبقيت انا هنا. وعلى هكذا قررت نجي ونعاود لكم قصتي.